السلام عليكم إخوان المتابعين الكرام. اليوم جينا لمدينة مرتيل أو مرتين. بزاف ديال الناس كيربطوا هذه المدينة هذه بالجانب السياحي ديالها، بأنها مدينة ساحلية وعندها البحر والناس كتخيم هنايا، ملي كتكون ماشي في الشارع كيبداو يعملوا لك بالساروت. هذه اللي كيعرفوا على مدينة مرتيل. ولكن مدينة مرتيل شنو هي؟ هي واحد مدينة تاريخية ضاربة في التاريخ لواحد الدرجة ما تصوراش. تمت هذه المدينة مرتيل نسبة الى فرناندو مارتين. شكون هو فرناندو مارتين؟ فرناندو مارتين هو الخال يا حبيبها ديال السيده الحره حاكمه مدينه مرتيل، اللي عيناته على مدينه مرتيل. علاش؟ باش يجمع الجبايات والضرائب وكذا من البواخر اللي كانت كتجوز او كتجي الميناء ديال مرتيل قبل. مدينه مرتيل ماشي حديثه العهد، راه ضاربه في التاريخ لمئات القرون، لان كانوا كيستعملوها الرومان يعني بوابه باش يدخلوا للمدينه اللي اسسوها، اللي هي تامودا. هذيك المدينه هنا هذه هي البوابه ديالها باش كان كيدخلوا لتامودا اللي كتواجد في الضواحي ديال مدينه تطوان. شكون هو مارتين فرنانديز؟ هو الاخ ديال الزوجه ديال الامير اماره شفشاون والمؤسس ديالها علي بن رشيد الغرناطي، والسيده النبيله زهره او كاترينا فرنانديز. هو ايضا الخال ديال السيده الحره كيف ما قلنا حاكمه تطوان، زوجة الامير ومؤسس مدينه تطوان الغرناطي علي المنظري، قائد حصن وقلعه بينار ضواحي غرناطه. مارتين كانت كتربطوا واحد العلاقه كبيره عائليه بآل رشيد وآل المنظري الاندلسيين، حكام ديال البلاد اللي كانوا كيحاولوا انهم يحميوا المغرب والسواحل ديالو من الهجمات ديال الاسبان من بعد ما تعدوا على المسلمين تما، وكانت محاكم التفتيش الى غير ذلك. حاليا كنتواجدوا حدا هذا البرج التاريخي اللي هو تبنى باش يحمي مدينه مرتيل والمغرب وتطوان بصفه خاصه. هذا البرج هذا شكون اللي بناه القائد حمد بن الباشا الريفي. هذا اللي بناه بامر من السلطان مولاي اسماعيل سنه ما بين 1719 و 1720 ميلاديه. هذا البرج هذا غادي يتعرض لهجمات ديال الاسبان والبرتغاليين وغيتدمر. غادي يتم الترميم ديالو واعاده البناء ديالو سنه 1757. عرف السلطان محمد الثالث وهو الحفيد ديال المولى اسماعيل. اذا هذا البرج علاش تعمل كبرج للمراقبه، والشكل ديالو فيه مربع وقواصات وفيه المدافع. واحد المدفع هو كاين في الجنابه رفينا، هذيك المدفع هذاك يعني كان كيحمي هذه المدينه من اي هجوم ديال الاسبان او البرتغاليين او الاوروبيين بصفه عامه. هذا البرج هذا بقي شامخا، واخا يعني اكل عليه الدهر يعني الزمان هلكو، ولكن باقي قائم. طلبوا الله سبحانه وتعالى ما يطيحش، كيتواجد في وسط مرتيل. هذا كيف ما قلت لكم تعمل باش يعني كبرج المراقبه من اجل الدفاع على مدينه مرتيل وتطوان بصفه عامه. اذا هذه هي مرتيل، وهذا هو برج مرتيل التاريخي. كنتمنى انني نكون يعني اعطيته حقه. انا صراحه الله كنت كنجي لمرتيل ما عمري كنت كنعرف شنو الدور هذه البنايه هذه شنو هي، ولكن ملي بحثت فيها وبناء على الطلب بعض الاخوه قالوا لي بان خص نهضر لهم على البرج ديال مرتيل، ملي بحثت عليه وحفرت عليه وعرفت التاريخ ديالو، وهذا التاريخ ديالو بايجاز مع ما قدمته لكم من التعريف على مدينه مرتيل. وشكرا لتتبعكم، والسلام عليكم ورحمه الله.